مرحبا حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير يا رب. اليوم مشتريات من الأسواق، هيج طلعة سريعة على السريع. تعالوا وياي نشوف شنو اشترينا من الأسواق. بالبداية هنا عندي طبقة بيض. طبعا أنا من النوع اللي أحب أجيب طبقة، ما أحب كل ساعة رايحة للأسواق جايبة ب1000 ب2000. طبقة تبقى بالثلاجة أفضل. بعدها رح نبدي نفتح الكيس الثاني ونشوف شنو بيه ما بيه. أول شي عندنا هاي جبت معجون طماطة كان عليها عرض وسعرها 1000 دينار وحجمها كبير واستخدمتها والله زينة. هذا الجبن طلع كلش طيب. هنا دا أشوف شنو صناعته، طلع تركي. وجبان هذه نوعيات، يعني اكو بيها تطلع طيبة اكو ما طيبة. هذا النوع الحمد لله موفقين بيه كان طيب. جبنا هذا البسكت حلقات والله يفيد باللانش بوكس كذا. هذه الجيمر اللي نفسها كالة، جبت علبتين من يمها. بعد شنو هذا حمص، هذا أجيبه لابني الصغير يحبه كلش. هذا نوعية ثانية أيضا من الجبن. يعني ذني الأشياء، الأجبان البيض يبقى بالثلاجة أفضل ما كل ساعة رايحين للأسواق بحجة نشتري جبن ونجيب لنا فد 3-4 شغلات وياها. هذه قالبين زبد، أحب أقلي البيض أني بزبد. بعدها نشوف شنو مشترين. توست أسمر، إحنا من محبين التوست الأسمر. يعني توست قمح كلش طيب. يقول لك خالي من الأعشاب والصويا، هي بعد ما تنعرف، بس نوعية عن نوعية تفرق. هذه النوعية مالتهم والله طيبة، يعني نجربها. جبن بالقشطة هذا صباح كلش طيب. الشعب العراقي كليته يحب جبنة صباح. هذه هماتين طيبة. اجبان اغلب المشتريات هالمرة اجبان دا اشوفها، ما انتبهت لهم اني. بعدها نشوف هذه طاقة حالها حال الباربيكان او التايجر. 4 علب من يمها، كانت الوحدة بربع، يعني 4 ب1000 يبيعوا بالأسواق. مسوين بيه عرض. هاي العروض تفيد، يعني هواي توفر، خصوصا بداية شهر نهاية شهر هواي توفر. إكباس هذا ليز وهلا أحب بالملح والخل. هذا البسكيت لايت اللي هو أصلا القمح بس يكون خفيف وهماتين طيب. أنا أخلي وياه أجبان كلش طيب يطلع. واستكانة شاي العصر وياها إذا ماكو كليشة، هماتين كلش طيب. بعدها شنو جبنا؟ سكر ستيفيا. احنا يعني الحمد لله صار لنا تقريبا سنة ماشيين على سكر ستيفيا، إلا ما ندر إذا نطلع مطاعم كذا. هذه بعد أشياء ما نتحكم بيها. ستيفيا زي زيتون زبد. واحد أهم شي حافظ على صحته. إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوني باللايك والتعليق الحلو. سووا شير للفيديوهات لكل أقاربكم وأصدقائكم.